صباح الخير وكل الخير. صباح الورد، صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية والذكر والتسبيح والشعور بمعية الله. صباحكم تفاؤل وإيجابية. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. صباح جديد ونهار جديد مع فيديو جديد اللي كله حماس وطاقة إيجابية. يلا نوض يا لالا، نوض يا المعيقيزة، نوض يا اختي، اجي ندخلوا الكوزينة. علاش لا؟ غنصبحوا على الكويز ديال اتاي. غنبدا معاكم من الصباح. عمرت كويز ديال اتاي وصبت واحد المقيله ديال البيض بعد ما وصفت وليداتي المدرسه، وجلست كنفطر على خاطري. والصراحه نتمتعوا بالوقت ديالنا، علاش لا؟ غير من القليل نخرجوا الكثير. المهم هو نحسوا بالسعاده ونحسوا بالراحه. ايوا صافي البنات، بعد ما فطرت جمعت الدنيا وغرد هاد الطويجين اللي كيشهي وكيحمق. صراحه اليوم درت الغدي ديالي غير باللحيمه واللوبيا خضره وقتها هذا، وما نقولش لكم المريقه جات ملبيه، جات كتحمق. شكون اللي كيعجبها الطاجين بحالي؟ صافي البنات، بعد ما طاب الطويجين جمعت الدنيا. غنصاوب واحد الكيكه ان شاء الله العشيه، الوليدات يجيو من المدرسه يسيبوا الكيكه موجوده. الصراحه البنات هاد الكيكه كنصحكم تجربوها، والله القسم الا جات واعره. والوقت ديال التفاح غنديرو كيكه بالتفاح. التفاح الوقت ديالو هذا، علاش ما نستغلوش ونصوبوا به الكيكه؟ والصراحه هاد الكيكه جات خطيره. غير تبعوا المقادير وان شاء الله غتصدق معاكم من اول مره. هنا البنات كيف ما كتشوفوا عندي 3 ديال البيضات، وعندي واحد 2 تفاحات، كاس معامر السكر وكاس معامر زيت، واحد الحك ديال دانون عادي، وجوج خمارات وواحد الفانيليا. صافي البنات، غناخدو هاد البول هذا غادا نوجدو فيه ان شاء الله. غادا نخلط فيه الخليط. غناخد 3 ديال البيضات وغنطرب الكل غير بالطراب اليدوي، وغنزيد معاهم واحد الكاس، هذاك الكاس معامرش ديال السكر، وكنطرب مزيان حتى يبيض ليا الخليط. الا عندك طراب وبغيتي تطربي وتسهلي عليك المأموريه، ديري الطراب الكهربائي، هنا كان كتوجد. المهم انا ما بغيتش نبقى نرون بزاف، درت غير الطراب اليدوي وغادا نطرب بيه، وغادا نصاوبو هاد الكيكه اللي كتجي خطيره. صافي البنات كنطربو مزيان، وغادا نزيد الزيت، داك الكاس معامرش ديال الزيت، وكنطربو الكل مزيان مزيان. وغنبقى نزيد بشويه بشويه العناصر الاخرى. هنا غنزيد الكاس ديال دانون. صراحه البنات هاد الكيكه كتجي خطيره وجات زوينه، وما نقولش لكم عجبات الوليدات وحضروا فيها حتى الضياف الصراحه وعجباتهم، وبقاو كيسولوا على المقادير. ايوا قلت لي ما انا غادا نحطها لكم وزوها وخذوا وجربوا، علاش لا؟ صافي البنات، بعد ما طربت المقادير كلها غادا ناخذ هنا التفاح البنات، زيت الطحين. الطحين البنات هنايا هزات ليا 2 كيسان ديال الطحين. المهم الطحين على حساب، يعني كل طحين والنوعيه ديالو على حساب الخليط. تكون شويه ثقيله ما تكونش خفيفه. صافي التفاح البنات، خديت 2 تفاحات وقطعتهم رقاقين كيف ما كتشوفوا، وغادا نزيد معاه واحد المعلقه ديال الخل ديال التفاح. ما تخافوش من الخل ديال التفاح البنات، بزاف ديال البنات كيخافوا من الخل ديال التفاح، كيخافوا من اللبن. الصراحه ما تخافوش منه، راه كيعطي واحد المذاق ولا اروع، كيجي غزال والله العظيم. صافي كنخلط الجميع، يعني كنخلط داك التفاح مع الماء، داكشي اللي بقى ليا. غناخذ 2 خمارات وواحد الفانيليا، وصافي ها الخليط ديالنا وجد. وهنا البنات دهنت الطاوه ديال يعني المول ديال الكيكه من قبل، دهنته بشويه ديال الزيت والطحين. غبرته بالطحين ودخلته للمجمد شويه باش يعني ما تجيش الكيكه ديالكم لاصقه ودغيا كتفك من هاد دغيا ما كتبقاش شاده. المهم هاد الطريقه راها هي نصيحه زعما داكشي كتجي زوينه صراحه، ما كتشدش يعني ما كتلصقش. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. وصافي البنات، بعد ما خويت داك المول، داك الخليط ديالي، عفوا خويت الخليط في هاد المول.
صافي. وغادا نشد واحد التفاحه اللي غادا نحيد ليها داك من الوسط، غنديرها بالموس من الوسط ونحيد ليها داك العظام ديالها ونقطعها بحال هكا دوائر البنات كيف ما كتشوفي راه الصوره واضحه. غنقطعوا دوائر ويكون هاد التفاح يكون رقيق البنات، قطعوه رقيق باش ما يهبطش لكم لتحت، حنا عندنا غرضنا به يبقى من الفوق. صافي. وغادا نستفوا على ديك الخليط ديالي كله، وغادا نرشب واحد شويه ديال السكر يعني من الفوق وصافي وان شاء الله. وغندخلها للفران. الفران البنات يكون المهم انا كندخلها الفران بارد، عندي الفران ديال الضوء كندخلها للفران يكون بارد وكنخليها حتى كطيب، كل وحده والفران ديالها. صافي بعد ما ندخلها للفران البنات هنا غادا ندوز نوجد هاد السيرو. عندي فيه الليمون ماندارين، يعني الليمون المانداري ولا عصير الليمون، المهم الليمون اللي عندك. عندي هنايا واحد الكاس كبير ديال عصير الليمون، غناخد معاه 2 معالق ديال الكوفيتير ديال المشماش. صافي غنخلط الكل مزيان وغنديرو فوق البوطه حتى يغلى وغنخليه يبرد، يعني غنخليه على جنب يبرد حتى طيب الكيكه. وكيكون هاد العصير يعني كيكون هاد السيرو هذا كيكون بارد والكيكه سخونه. صافي وغدا نسقيها بيه وما نقولش لكم البنات جات واعره، جات كتحمق. جربوها ورجعوا ليا. ايوا البنات الكيكه ديالنا هي وجدات صراحه، تحمرات وجات غزاله ما شاء الله. ما نقولش لكم على الريحه ديال التفاح كيفاش طالعه، جات واعره. هنا صافي غدا نسقيها، يعني داك السيرو راه بارد والكيكه سخونه باش تشرب، يعني كتجي مسقيه وكتجي عامره بالتفاح. صراحه البنات راه ولات الوليدات ديالي ولاو كل نهار بغاوها، قالوا لي ماما بقاي تصاوبها لينا يوميا. وصراحه ملي غادي تجربوها راه غادا تولي عندكم معتمده. الوقت ديال التفاح وديال الليمون علاش ما نستغلوش هذا الوقت هذا ونستغلوا هاد الفاكهه اللي هي زوينه صراحه، يعني الحاجه ناكلها في وقتها علاش لا. انا البنات صافي بعد ما سقيتها كنتكها بهاد العود هذا باش تشرب لي، انا بغيتك باش تجيني فازقه وتجي باش تشرب هاد السيرو هذا. وبالصحه والراحه وبصحتنا وبصحه كل وحده غادا توجد الكيكه لوليداتها وتشرب بها كويس ديال اتاي وتوجدها لضيفانها. وغنقول لك بصحتك وراحتك. انتم البنات شوفوا الكيكه كيفاش جات واعره وما كتاخذش منك شي مجهود، ما كتاخذش منك وقت طويل، يعني كتشقاي كتجمعي الدار ديالك كتغسلي مويعناتك كتردي غداك كتصاوبي الكيكه ديالك حداك، يعني العشيه كيكون خاوي. البنات اللي بغات تنظم الوقت ديالها راه الصراحه كاينين طرق باش ننظموا وقتنا. يعني انا بغيت نوجد شي حاجه للعشاء العشيه يعني الكوتي، انا كان بعد ما كنجمع الدار ديالي كتصبح واخا كتصبح شويه روينه كنجمع كنرد الغدا كنوجد الكاسكروط حدايا. صافي في العشيه بعد ما كنحيد الغدا كيبقى ليا الوقت خاوي كنرتاح كنديرو ديك القيلوله كنرتاحوا. وفي العشيه كتنوضي كتلقاي الكوتي ديالك موجود، والله العظيم الا كتحسي بواحد الراحه. وهنا الفيديو غيسالي وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر.